السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل كيكة الرواني، وهنبدأ بالشربات. عايزين نبدأ اول حاجة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونسمي الله. هنبدأ دلوقتي نحط كوب سكر، كوب سكر، هنضيف عليه كوب من الماء. دلوقتي هنرفعهم على النار، هيغلوا شوية صغيرين ونقفل عليه. دلوقتي احنا عملنا الشربات زي ما انتم شايفين، خفيف ازاي، عامل زي شربات البسبوسة، مش تقيل، بيبقى خفيف. دلوقتي انا مسخنه الفرن قبلها طبعا، عشان انتوا عارفين ان الكيكه لازم نفتح الفرن قبلها بشويه. نحط المكونات هنا مع بعض بقى. 3 بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول بيضه، ثلاث بيضات اهو. هننزل بالفانيليا، وهنحط كوب سكر، وهنحط برضو معلقه جوز هند، ومعانا برضو علبه زبادي. هنحط برضو شويه زيت، بس شويه صغيرين جدا يعني، زي معلقتين كده. هنضربهم في الخلاط ونرجع تاني. دلوقتي معانا كوب من الدقيق، طبعا هننخله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم ننخل الدقيق طبعا في الكيكات وفي اي حاجة برضو نعملها، لازم ننخل الدقيق. هنضيف برضو ربع كوب تاني من الدقيق. هنضيف هنا البيكنج باودر، انا بستخدم كيك شيف برضو، بيبقى حلو قوي في الكيكات. هنضيف برضو ذرة من الملح بسيطة، هنخلطهم كده مع بعض. ده الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط مع بعض. هنضيف بس عليه نقطة من الخل، هننزل على الدقيق كده. بسم الله. نقلبها كده بالمضرب اليدوي. طبعا الشربات لازم يكون بارد عشان الكيكه هتبقى سخنه.
هنقلب بس من تحت كده عشان ما يبقاش فيه دقيق تحت في الطبق. دلوقتي احنا حطينا في الصينية سمنة معلقة كده، نوزعها كده كويس. ننزل بقى بالخليط بتاع الكيكة. هندخلها بقى على درجة حرارة 180 ونسيبها لمدة تلت ساعة ونطلعها. طلعنا الكيكة من الفرن زي ما انتم شايفين كده، هنختبر نشوفها استوت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده فيها، هي طلعت نضيفة الحمد لله. الشوكة ما فيهاش اي عجين، بكده هي استوت. دلوقتي بقى هنعمل بالشوكة كده، لازم نخرمها. بسم الله. نخرمها كلها على قد ما ننزل بقى بالشربات كده، اللي احنا عملناه، اللي هو كوباية سكر وكوباية مية، ولغاية ما برد خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر خطوة بقى هنعملها، هنحط جوز هند كده على الوش. ده الشكل النهائي للرواني. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوناش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.